وزي ما وعدت كل اخواتي ان عامل حلقه كامله عن مشروع ابيجل في الفيديو بتاع المنطقه 51، والحمد لله ربنا قدرني وقدرت اعمله. كلنا طبعا عارفين ايه هي المنطقه 51 او على الاقل سمعنا عنها. في الفيديو ده بقى هنتكلم عن الجوانب الغامضه والخفيه في المنطقه دي، هنتكلم عن اخطر تجربه سريه حصلت فيه، تجربه مشروع ابيجل. لو انت من الاساس ما تعرفش ايه قصه المنطقه دي ولا تعرف عنها اي حاجه، فانا هسيب لك لينك فيديو بيوضح لك كل التفاصيل دي في الديسكربشن تحت الفيديو. في البدايه انا حابب اعرفكم بنفسي، انا عرب موجود معاكم على جميع منصات السوشيال ميديا، وبقدم فيديوهات عن الغموض والاثاره والتشويق. فانا شرفني جدا انك تكون واحد من ضمن جمهوريه عرب وتشترك في القناه عشان توصلك الفيديوهات والحلقات اول باول. قبل حوالي 70 سنة كان في بنت جميلة قررت إنها تتطوع لأول تجربة تمت في المنطقة 51، وحرفيا اتعرضت لأسوأ أنواع الاختبارات والتجارب عليها، من حقن بقى على تبديل أجزاء في جسمها لحد ما حرفيا حصل لها تشوهات في جسمها كله. حرفيا البنت أخذت مواد كيماويات مفيش حيوان يقدر يستحملها. البنت اللي اتعمل عليها تجربة اسمها أبيجل، وهي بنت واحد من أكبر العلماء اللي موجودين جوه المنطقة واسمه ألبرت ويستر. والتجربة دي اتعملت بعد الحرب العالمية الثانية، بعد ما أمريكا انتصرت على ألمانيا، فما استكفوش بقوة الجيش وتطور الاسلحه وبس، لا ده كمان كانوا عايزين يطوروا الجسد البشري، بمعنى اوضح عايزين يعملوا فكره زي فيلم كابتن امريكا. بس العلماء ما كانوش لاقيين اي متطوع عشان التجارب بتاعتهم، بس بالصدفه بيلاقوا ان العالم البرت ويستر بيعرض عليهم ان معاه شخص عشان تتم التجربه بتاعته، وان الشخص اللي هتتم عليه التجربه ده هي بنته، وبنته من الاساس كانت بتلح عليه انها تساعده في الشغل والكلام ده. بس الحقيقه عكس كده خالص، هي كان عندها حب استطلاع لشغل والدها لانه كان فيه اسرار كتير، فهي كانت عايزه تكتشف كل ده بنفسها هي، ظنا منهم كلهم ان التجربه اللي هتتم عليها والاشعاعات النوويه اللي هتدخل جسمها هتعدي على خير. بس للاسف نهايتها كانت مأساويه. وفعلا بدأوا التجربة ومن غير أي احتياطات. علماء كتير نصحوا ألبرت إن هو يوقف التجربة، خاصة بعد ما ظهر على أبيجل تشوهات في جسمها، وبدأ وشها إنه يتغير ويظهر عليه تجاعيد، وأسنانها بتطول بشكل غير طبيعي، وكمان شعرها بدأ يقع كله. وده كله بيحصل والعلماء ما زالوا لسه بينصحوا ألبرت إنه يوقف التجربة لحد هنا ويستكفي باللي حصل له. بس ألبرت رفض تماما إن هو يوقف التجربة، وقرر إن هي تكمل، وإن الفرصة الوحيدة لنجاتها هي نجاح التجربة. البنت الجميلة اتحولت لمخلوق بشع ومخيف، وبعد مفاوضات كتير أقنع ألبرت الإدارة إنها ما توقفش المشروع وان هو يكمل زي ما هو. وفعلا استمروا سنين كتير شغالين عليها تجارب، وفي شويه اخبار منتشره من الصحافه اللي هي مصدرها عمال كانوا شغالين في المنطقه، بيقولوا ان كميه الاكل اللي بتتجهز يوميا وبتدخل زنزانه البنت مش طبيعي ان اي حد عادي ياكلها. والبنت حرفيا وصلت لحاله الجنون وقت التجارب عليه، وطولها وصل ل 3 متر وعظامها اتطورت، وحرفيا تعتبر فقدت كل صفاتها البشريه. البنت بقت وكانها وحش. ومع الرغم من كل اللي بيحصل لها ده، الا ان ألبرت ما استسلمش وقرر ان التجربه تكمل على يقين انها هتنجح. ومع الرغم برضه من كل الضغوطات اللي بيلاقيها من زمايله والاداره في الشغل، قرر انه ما يوقفش التجربه وتكمل. وده كله في سبيل حاجه واحده بس، انه هيكون معاه كائن بشري خارق للطبيعه زي ما بنشوف في افلام ومسلسلات هوليوود. وللاسف التجربه انتهت معاه ان هو كون وحش عنده غرايز بدون تفكير. بعد كده الاداره قررت حتما ولابد ان التجربه لازما تقف. ده بقى تجربة أبيجيل. ايه تجربة ابيجيل؟ الكلام دايما بيكون على المنطقة 51 إنها من الأماكن الأكثر رعبا حول العالم، وده حقيقي. أبيجيل هي من ضمن التجارب اللي حصلت بعد تجربة فيلادلفيا بسنتين. فتاة جميلة والدها بيعمل دي داخل قديم المنطقة. فتاة. المفروض إن هي كانت بتعمل، والدها كان بيعمل داخل منطقة 51، وكانوا بيدوروا بقى على اللي حضرتك قلت عليه قبل كده، وهو إكساب الجنس البشري أو بعض الأشخاص إمكانيات خارقة. وكان من ضمن المتطوعين ابنة هذا الرجل الذي يعمل في المنطقة 51 اللي عليها الإشارة الحمراء اللي احنا شايفينها دلوقتي دي. وتمت التجربة عليها، وكانت البنت متحمسة جدا جدا عشان تكون من أول الناس اللي بيخضعوا لهذه التجارب، لأنها افتكرت إن هي تكتسب إمكانيات بقى زي التخاطر والاستبصار. ولكن الموضوع تم بشكل غير متوقع، لأن بشكل غريب البنت ابتدى طولها يختلف عن الطول الطبيعي. وانا مش عايز الناس تعتقد ان ده تخيلات، ولكنها تجارب علميه حقيقيه ومثبته. يعني اللي هيبحث هيلاقي تجربه ابيجيل موجوده فعليا بكل الوثائق الخاصه بيها. البنت ملامحها ابتدت تتغير بعد شويه. دي صوره ليها قبل ما تخضع لهذا العدد من التجارب المفروض يعني. ودي صورتها
بعد 3 شهور من اجراء التجارب. وبعد 4 سنين من وقف التجربة انتحر ألبرت، بس ساب وصية مكتوب فيها إن محدش يقتل البنت. وبعد فترة مش كتيرة أوي القيادة قللت الإجراءات الأمنية بقصدها عشان يساعدوها على الهروب، وتكون اتقتلت من الحراس مش من القيادة بحجة إنها لو خرجت هتأذي الناس. وبعد 70 سنة من وقف المشروع لحد وقتنا ده، إلا إن عمال المنطقة 51 بيأكدوا إن كل يوم بالليل بيسمعوا صوت صريخ أبيجي. الكلام ده من على لسان دكتور مفصول من ضمن الدكاترة اللي كانت شغالة على المشروع، والدكتور بيقول إن قبل التجربة كنا محتاجين 10 أطفال وبنت واحدة، وإنهم في التجربة دي كانوا بيتلعبوا بالمادة الرمادية المحيطة بالنخاع الشوكي، بيعملوا تعديلات وحاجات كتير عليه. ولاحظ العلماء إن في الوقت ده التجارب ظهرت على الأطفال أسرع من البنت. بعد الفحص بالأشعة حطوا الأطفال في أوضة قدام شاشة كبيرة ولاحظوا إن عينيهم مقفولة. والغريب في الموضوع إن بعد الفحص على البنت إن كرات الدم البيضاء كانت بتزيد عندها، كمان الصفائح الدموية كانت بتتضاعف عندها بشكل كبير مبالغ فيه. وبيقول الدكتور إن لحد دلوقتي ما يعرفش مصير الأطفال والبنت حصل لهم إيه، والإدارة ما سمحتش ليه إنه يتكلم أكتر من كده، وحطوه في مستشفى أمراض نفسية عشان أي خبر يقوله يتقال عليه مجنون. وفي خلال السنتين اللي الدكتور قضاهم في المستشفى قال خبر مهم جدا، إن كان في كائن فضائي في المنطقة 51، وإن الإدارة الأمريكية كانت دايما بتتعامل وتتواصل معاه. الحكومة الأمريكية تسكت على كده؟ طلعت وقالت ان الصور المسربه لكائن فضائي انه موجود جوه المنطقه كلها اشاعات عشان تعمل ضجه بس على المنطقه 51. الغريب في الموضوع انهم طلعوا اصلا ينفوا ان في حاجه اسمها منطقه 51، واستمروا على الكذبه بتاعتهم دي لمده 10 سنين، وفضلوا على كده لحد ما طلع اوباما وصرح بوجود المنطقه 51. وده كله انا موضحه في الفيديو اللي انا سايب لك اللينك بتاعه في الديسكربشن تحت الفيديو ده على طول. وطبعا محدش مصدق ان المنطقه عباره عن قاعده جويه وبس، لان افعال وكلام الحكومه الامريكيه بيقول عكس كده تماما. وتحديدا بالظبط في سبتمبر 2019 ظهرت دعوه على الفيس بتدعي الناس كلها انهم يتجمعوا عشان يروحوا عند المنطقه 51، وبكده محدش هيقدر يقف قصادهم بسبب العدد الكبير. وفعلا الدعوه دي استجاب ليها الاف من الناس، وقالوا ان الحكومه مش هتقدر تقف قصادنا بسبب عددنا. بس المتحدثه باسم الجيش الامريكي طلعت وصرحت ان اي حد هيحاول يقرب من المنطقه يبقى حكم على نفسه بالموت. صراحه يعني هو تهديد غريب من دوله بتدي الحق للمواطن ان هو يعمل اي حاجه هو عايزها. ويجي هنا السؤال المهم، طالما هي منطقه عاديه وما فيهاش اي حاجه غريبه ويا دوبك هي قاعده جويه لتدريب الجيش، ليه التكتم الشديد عليها وتهديد اي حد انه يقرب منها بالقتل؟ مستني اجابتكم على السؤال ده في الكومنتات. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، ولو في اي قصه او موضوع حابين ان انا اتكلم فيه هسيب لكم لينك الانستجرام بتاعي في الديسكربشن تحت الفيديو. وبرده اللي كان منورني وضيف الحلقه معايا النهارده اخويا وحبيب قلبي مصطفى. وما تنساش لو الحلقه عجبتك اعمل لايك، واستنوني في حلقات وفيديوهات تانيه كتير. سلام.